ازيك حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. العنب مالي السوق اليومين دول. تعالوا نعمل زبيب. الموسم بتاعه حاليا. العنب كتير ورخيص. هنجيب العنب، هنغسله كويس قوي 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 في ميه نضيفه مره واتنين وتلاته، ونغير الميه عشان العنب بيبقى عليه رواسب، بيبقى حاجه حشرات ونمل وبلاوي. لازم يتغسل ويتنقع كويس تمام لغايه ما يبقى زي الشف. ابص كده حلو قوي ونضيف. بعد ما نغسلوه كده اهوت هنطلعوه من الميه دي ونغير له ميه واتنين وتلاته. هنجيب حله، معانا حله على النار فيها ميه كتير تغطي العنب. هنضيف عليها معلقتين زيت زيتون، لو ما فيش زيت زيتون ممكن زيت ذرة عادي. معلقتين زيت زيتون، ومعانا كمان نص معلقه ملح ليمون، دي الملح ليمون. وكمان معانا نص معلقة كربوناتو، اللي هو كربونات الصوديوم يا جماعة. كربوناتو عمل فوران في المية اهو. بس كده هنسقط العنب ونديله غلوة دقيقة او اتنين بالكتير. بصوا لون العنب بقى ايه، اللون ما بقاش زي الاول اللي احنا كده بقى مسلوق. هنشيلوه من المية ونطلعوه على مصفى كبيرة عشان تصفي العنب والمية منه. معلش انا بصور بايد وبطلع بالايد التانية كده. حبايبي هنشيل كل العنب طبعا، ونكون طافينا عليه، ما نسيبش المية النار ما نسيبهاش شغالة. هنطلع نطفي النار ونطلع العنب كله. بصوا كده بقى لونه حلو ازاي. ادي في المصفى هنفروله كده، هنفرتكه كده اهوت اهو. ونشيل منه العنبة اللي مش حلوة، اللي مش نظيفة، الدبلانة البايظة، ولغاية ما ننضفه كل الكمية كده. هنخلص كل الكمية دي. واللي عاوز كمان يعني يبقى مستسهل العملية، ينقي العنب ويحطه قبل ما يسلقه وهو في المية المغلية، يحطه وهو من غير العناقيد، وينزعه بقى بمصفى كبيرة او يصفي على طول في مصفى كبيرة. يعني اللي يريحكم اعملوه، اي حاجة تريحكم اعملوها. انا فضلت اعمله بالعنب بالعناقيد. انا كل سنة بعمله بالعناقيد كلها، بس ما فيش مرة صورته بصراحة، دي اول مرة اصوره. الاسعار في السوق بتعلى وكل حاجة بتغلى. العنب الزبيب بقى نار. هنا كده انا حطيته على صينية وفرشت له ملاية تقيلة وفردت العنب فيه، وهنغطيه بشاشة ونسيبه في البلكونة في الشمس وفي الهوا برضو بالليل، بس يكون متغطي بشاشة كده. انا فردته كده وهنسيبه ونشوفه هينشف معانا بعد كام يوم. وهنفضل نقلب كل شوية، نقلب كل شوية نقلب. ده كده اول يوم. بعد ما انا بقلب على طول كده اول يوم، ده اخر اليوم كده. هنستنى عليه كمان بكرة ونشوف كده بعد يومين يا جماعة. ده تالت يوم بقى خلاص كده. هنعبيه في اكياس ونشيله في التلاجة او في برطمانات. وبكده بقى معانا احلى زبيب. وكل سنة وانتوا طيبين. باي.